بس قبل ما اقول اي حاجه الصراحه انا دخلت الاستوديو عندنا هنا لقيت ايه يعني شاشه مش هي، رحت طالع تاني لقيتهم بينادوني تعالى ده الاستوديو بتاعكم، اتى بيغيروا شاشه جميله جولدي LCD 26 بوصه، وبقاليش ليا حجه خالص. والمهندس اسلام سعد قاعد يظبطها لي شمال ويمين، والصوره قدامي جميله، الاصفر والاحمر والابيض زي ما كانوا برشلونه عامله امبارح. فرانسيس ادي فرانسيس وفرانسيس على طول، فرانسيس وفرانسيس واحده فرانسيس، وادي عم فرانسيس اهو. بص فرانسيس مش هجي لك عمرك يا عم فرانسيس، ما تتخضش. واللي كان بيعمل شاي بقى ولسه جاي ومش عاجبه الدنيا، فالنهارده بيلعبوا جنب بعض يقولوا سيادتك اسمك ايه؟ احنا مش ولاد النادي الاهلي ولا ايه؟ ادي حازم وادي عماد النحاس كويس اهو، استقتل على الكوره وبيرمي بياضه وبيتاوب ولا ايه دلوقتي، وهاتوا خد وهات تاني وما خدش. الكتاكيت اللي موجودين في المنصوره وفي الملعب كلهم شباب على فكره، في كتاكيت تانية قاعده في البدلاء النادي الاهلي، في شبيطه وطلعت وشكري وكتكوت جديد اسلام مصبح بيقولوا عليه شبل كويس ويخرب بيت اي فرقه. يعني راس الحربه برضه بيبقى ليها مواصفات مش اي حاجه، فاللي بيشتري لازم ياخد باله، مش ده لاعب كويس هاته في المخزن. اذا هو لبس البدله بتاعت الدكه، وادي بقى الكاكولا ولا الكوكولا، هنقول بقى كوكاكولا والمسابقه بتاعت كوكاكولا لاحسن تعبير. وياخد بقى الكاكولا، ياخد بقى مكافاه الكاكولا مدرسه مش عارف ايه الثانويه. واحد ثالث برضه ابوه اسمه توفيق معرفش اسمه ايه، وحسام العشري. لغايه لما يقوم حسام العشري، انا قاعد في اوضه طبعا لما بتسمعوا الباب رايح جاي كل شويه اقول لهم اقعدوا ما بيقعدوش كده، شكله حلو من غير الضفيره.